السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال ان شاء الله. هنتكلم النهارده المره اللي فاتت اتكلمنا عن، في الحلقه الاولى رقم 1 كانت بتتكلم عن الحروف والاصوات، واتفقنا ان الحرف حرف مرئي، اما اللي بيتكتب وبيتنطق بيكون صوت. واتفقنا ان ايه الفرق ما بين الكابيتال والسمول؟ اي حرف كبير كابيتال، اي حرف صغير بيكون سمول. اتفقنا ان الحرف بيكون نوعين، يا اما بيكون كونسونانت او فاول. واتفقنا برضو ان الصوت بيكون كونسونانت او ان الصوت بيكون كونسونانت او فاول، والحروف الساكنه اللي هي كتير، لكن الفاول هما بيكونوا 5 بس، 5 حروف بس، اللي هو الاي والاي والاي والاو واليو. واتفقنا برضو عن ان هو بيكون ممكن الحرف يكون هو شكل واحد، لكن الصوت ممكن يكون الحرف ده. ليه؟ ان انا قلت لكم ان الخمس حروف الفايف فاول، الخمس فاول اللي هم بتوع الحروف الخمسة الساكنين المتحركين بيكون لهم اكتر من 20 صوت. وقلت لكم ان الصوت بيكون ممكن يكون بسيط، وممكن يكون مركب، وممكن يكون قصير، وممكن يكون طويل، وهكذا. واتكلمنا وردت له اشكال كتير. هنتكلم النهارده عن الحرف نفسه اللي هو بيكون كابيتال وسمول. يعني ايه كابيتال؟ اسمول. بي كابيتال بي سمول. وعشان اسهل عليكم، وعشان بما اننا بنعمل لسه تكوين كده، فقلت ايه، نجيب الحرف اللتر، ونجيب ايه عليه اكزامبل او تو او كده، بحيث ايه ان هو مثلا يكون ايه ان انا وانا بعمل حصيله لغويه، بعمل حصيله لغويه، يعني وانا بتعلم يبقى عندي حصيله لغويه في حاجات. كل حرف انا، كل كلمه انا هقولها، انا هقول لكم عليه العربي بتاعه، عشان واحنا بنتكلم، لان انا عارفه ان في ناس اصلا معايا اكبر من يعني امهات وكده، فهم بيتعلموا. فعشان انت لما تيجي تعلمي البيبي ايه تكوني مثلا عارفه انت بتعلميه ازاي او كده. فانا وانا بكتب الحرف انا هكتب لك الكلمه، وانا بكتب الكلمه هكتب لك الايه الترجمه بتاعتها، يعني هكتب الانجليزي العربي. تمام. اهم حاجه بس ما ايه اهم حاجه ايه ما تنسيش تدعيلي. تمام. بسم الله نبدا. هنبدا بالحروف الايه الكابيتال والسمول زي ما اتفقنا. هنبدا اول حرف A. ابل. عشان بقى ايه يعني الناس اللي بتقعد تعلق لي اهي ابل. تمام. البي. البي. بول، اللي هو كرة او بوك كتاب. تمام. السي. كات او كار. تمام. الدي لما اقول مثلا دور، باب. تمام. الاي مثلا اج، دي ايه بيضة. الاف بتكون فش. تمام. جي بتكون زي مثلا كلاس. تمام. الاتش زي هاوس. كنا واقفين عن الاتش. اتش يعني اللي هو شكابة القش سمول، اللي هو هاوس او هات. الاي ايس، لما اقول ايس كريم اللي هو الايس كريم اللي احنا بناكله. تمام. طبعا بيكون اكله في الشتاء حكايه بجد. جي لما اقول مثلا جامب. الكي كينج. ال
لما اقول مثلا لايون اللي هو الاسد، او لامب اللي هي اللمبة. الام ام اللي هو مون القمر. الان اللي هو بيكون نوز. الاو بيكون اورانج. تمام. الكيو بيكون كوين. الار بيكون رابت. الاس سم. تي تايجر او تري. ديت يعني ده ارنب، ودي ملكة، ودي برتقالة، وديت ارنب، ودي شمس، ودي شجرة، ودي ايه اللي هو النمر. بصوا يا شباب، اخر حاجه هقولها ان احنا عندنا حرف اسمه حرف السايلنت. يعني بيكون في حروف اسمها سايلنت. يعني ايه؟ يعني حروف صامته. يعني ايه برضو؟ يعني لا ينطق. يعني مثلا زي مثلا حرف الكي في كلمه كنف. الحرف الكي ده سايلنت، يعني ما بيتنطقش اصلا. تمام. الحرف ده ما بيتنطقش اصلا. هي الكلمة عامة معناها سكينة، معناها سكين. طيب هو ما اتنطقش ليه؟ لان هو كنف. يبقى انا هنا نطقته نف. تقريبا الكي في اول الكلام لا ينطق، يعني في معظم الاوقات، معظم مش كل الاوقات، معظم الاوقات ما بيتنطقش.
عندك في برضو حاجة اسمها ان احنا عندنا حروف انفجارية. يعني ايه انفجارية؟ يعني بطلع نفس وانا بنطقها. يعني ايه؟ برضو تحس ان في هوا كده طالع وانت بتنطقها. يعني مثلا لما تجيب ورقة صغنونة خالص تمام وتحطها عند بقك كده وتنطق. يعني مثلا في الحروف مثلا اللي هي ب وت وك كي، ودول الثلاث حروف كده اسمهم حروف انفجارية. تمام. لو في الاول الكلمة او في اول مقطع. طبعا احنا لما ناخد ان شاء الله يعني نتعمق شوية وناخد الفوناتكس هنعرف السيلابل بقى وامتى يكون اول مقطع والكلمة بتتكون من كام مقطع وحوارات يعني. بس خلينا متفقين ان يعني اي مقطع اللي هو اي سيلابل لازم يكون فيه حرف او صوت متحرك. المهم احنا كنا بنتكلم في البي والتي والكي. دول كده قالك ان هما اسمهم حروف انفجاريه، وزي ما اتفقنا ان هو لازم اطلع صوت، لازم اطلع هوا وانا بنطقهم. تمام. بس لو جم في بدايه الكلمه او بدايه مقطع. بس كده دي الحروف الابجاديه، وعرفنا كابيتال وسمول وخدنا على كل مثال. ما تنساش تعمل لي اشتراك في القناه وتعمل لي شير وتفعل زر الجرس. السلام.